التمر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، فهو مصدر ممتاز للألياف والفيتامينات والمعادن. يعزز تناول التمر توفير الطاقة. نظراً لاحتوائه على سكريات طبيعية، يمكن أن يوفر التمر طاقة سريعة للجسم. تحسين الهضم. يحتوي على كميات كبيرة من الألياف التي تساعد في تعزيز عملية الهضم. تعزيز الصحة القلبية. يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، واللذين يلعبان دوراً في دعم صحة القلب. تعزيز وظائف المخ. يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين بي والنياسين والفولات، التي يعتبر أنها تساهم في دعم وظائف المخ. تقوية الجهاز المناعي. يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة. مكافحة الالتهابات. يحتوي على مركبات تسمى الفيتوكيماويات، التي قد تساعد في مكافحة الالتهابات. تحسين صحة العظام. يحتوي على الكالسيوم والفوسفور، وهما معادن أساسية لصحة العظام. يفضل تناول التمر بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي متنوع ومتوازن، بالإضافة إلى الفوائد التي تم ذكرها. ضبط مستويات السكر في الدم. الألياف في التمر تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يعود بالفائدة على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. تحسين وظائف الأمعاء. يساعد التمر في تحسين صحة الأمعاء، ويمكن أن يكون مفيداً في تسهيل عملية الإخراج. توفير العناصر الغذائية الأساسية. يحتوي التمر على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامين سي. تقليل ضغط الدم. البوتاسيوم الموجود في التمر يعتبر مفيداً في خفض ضغط الدم. مصدر جيد للحديد. يعتبر التمر مصدراً جيداً للحديد، مما يجعله مفيداً لمن يعانون من نقص في هذا المعدن. تذكر أن تتناول التمر كجزء من نظام غذائي متنوع، وتأخذ في اعتبارك حاجتك الشخصية للعناصر الغذائية المختلفة. التمر هو فاكهة تنمو على نخلة التمر، وله فوائد صحية عديدة. يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والبوتاسيوم. يعتبر التمر مصدراً جيداً للألياف الغذائية والطاقة، ويمكن استخدامه كوجبة خفيفة صحية، كما أنه يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يجعله مصدراً طبيعياً للطاقة السريعة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التمر مصدراً جيداً للمغذيات مثل الحديد والمغنيسيوم، وهما أمور مهمة لصحة الدم ووظائف الجسم العضلية. يحتوي التمر أيضاً على مركبات تساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض المزمنة. يفضل تضمين التمر في النظام الغذائي بشكل معتدل، وقد يكون خياراً جيداً خلال شهر رمضان كوجبة لفطر.